والله قد أرانا رجل واحد من أهل غزة كل أنواع البلايا والصبر عليها، صبر مطلق والله لا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. كلنا رأينا هذا الشيخ الجميل الطيب الذي يحمل روحا سمت والله فوق الجبال والسحاب، جد طيب يحمل ابنة ابنته وكان يداعبها ويلاطفها ويأخذ على خدها ويطعمها، عاشت معه دهرا، بلغت معه السعي، ويتنفسها ويشمها ويقبلها. ثم لما سقط صاروخ غادر من إخوة القردة والخنازير على هذا اللحم الطري الغض البريء، يحمل هذه الفتاة في يده ويفتح عينها ويقبلها، ثم يأخذها مرة أخرى ويشمها كأنه لا يصدق أنها ماتت، ويسمع كلماتها الآن تنطف حوله، ثم يرجع مرة أخرى لينظر ليتأكد هي ماتت على الحقيقة أم لا، كما كان النبي ينظر صلى الله عليه وسلم من ولده إبراهيم، ينظر إليها. ثم لما سئل عنها اصبر أو من هي لك قال هي روح. قال هي روح، هي روح. نعم، ينظر إليها النظرة الوداع لأنه يعلم حقيقة أنه لن يراها إلا في الجنة. نعم، موعدنا الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.